جرام. المهم مالكم بالطويلة، خلوني أوريكم طريقة مكبوس اللحم الإماراتي. هني عندي لحم عربي، أنا ماخذ صوب الكتف، أنا أحب الكتف والرقبة والضلوع، هذيل أفضل أماكن بالنسبة لي. الحين المكونات: شبنت، ثوم وزنجبيل، بصل، طماط، كزبرة، بهارات، لومي مفقس. وهني عندي بهارات الصحيحة كلها: فلفل أسود، المسمار، هاتيلي هيل ما حطيت الهيل، الدارسين، الكزبرة، الكمون، الخردل. شفتوا هالحبوب السوداء؟ هذا الماسترد، هذا مهم انه يكون موجود، مهروس ثوم وزنجبيل. الحين بخلط المكونات هذه كلها مع بعض. الحين نبي نحط كل شيء مع بعض. هني نبي نحط الشبنت والكزبرة وثوم وزنجبيل والطماط واللومي الأسود والبهارات الناعمة. طبعا حطوا البهارات اللي تبونه، يعني أقل ما تبي تحطون بهار لحم. بهار لحم زيدوا شوية كركم وشوية هيل. المفروض تحطون دهن عادي، لكن أنا حاط زيت زيتون، أنا أحب زيت الزيتون، والملح. ونخلط المكونات كلها كذي مع بعض. اي البصل، نسيت احط البصل، الخطوة الأولى إني حطيت شوية دهن بالجدر وحطيت اللحم، وأبي أشوح اللحم. ليش أبي أشوحه؟ أول شيء أبي لون، والشيء الثاني أبي أطلع زفرته عن طريق البخار. شفت البخار هذا هو اللي قاعد يطلع عصارة اللحم. اللحم هذا إذا حطيناه بالماء لقينا فوقه زفرة، يكون من عصارة اللحم. فإحنا بالطريقة هذه نتخلص من الزفر. وبعد ما شوحت اللحم عدل، الحين بحطه بجدر الضغط، بما أن الوقت صار ضيق علينا، ما بقى شيء على الفطور، فنبي نستخدم جدر الضغط. وحط كل المكونات أو الخلطة اللي سويناها فوق اللحم، وبهارات الصحيحة، ولا تنسون الخردل. وجبت الجدر اني على شولتي الرئيسية. الحين ابي احمس اللحم مع كل المكونات هذه لمدة 5 دقائق بحمس، وتالي عاد بصب ماي الحار واسكر الغطا لما يستوي اللحم. وبعد ما حمست اللحم عدل، الحين نغطي غطا الجدر. الطريقة هذه يسمونها تعريق اللحم. اللحم ياخذ من نكهة البصل وكل المكونات الموجودة عن طريق البخار هذا. الطريقة هذه وايد مهمة وتغير نكهة أكلكم. صب ماي الحار، بسم الله الرحمن الرحيم، ونسكر غطا الجدر لمدة ساعة إلا ربع. ونسكر هني. وايد ناس سألتني عن جدر الضغط هذا من وين. الجدر هذا مقطوع من السوق، صار له 7 سنوات، من شركة بيراميس. الشركة سكرت تقريبا صار لها 7 سنوات، يعني كل أغراضهم مو موجودة لا بالكويت ولا برا الكويت. بنسوي الحشو الكويتي. هني عندي النخي اللي هو الحمص المجروش الناس تسميه، مسلوق مفيوح 20 دقيقة، وعندي بصل، وعندي الكشمش اللي هو الزبيب. وعادة الكشمش يكون أقل شيء في الحشو. البهارات: ملح وشكر، لومي أسود، دارسين، وهيل، بس غير هذا لا تحطون. وانتم طبعا كيفكم، لأن في ناس كنت أشوفهم يحطون كركم، يحطون كاري، يحطون زعفران، يحطون زرشك. هذا مو حشو كويتي ولا هذه بهارات. هذه البهارات لومي ودارسين وهيل وملح وشكر. جربوا وتالي راح تعرفون انكم قاعد تاكلون الحشو الكويتي القديم. طبعا بصل من غير دهن بنقلب فيه. اذا انشفت قاعة المقلة نحط شوية ماي ونقلب، لان هذا اللي يعطينا لون حق البصل. شوفوا للحين ما حطينا الدهن. في ناس، انا قلت في ناس يحطون منقوع ماي ورد وزعفران، وفي ناس يحطون كركم، وفي ناس يحطون كاري، وفي ناس يحطون زرشك. هذيلا هينين، لكن المصيبة الناس اللي يحطون ثوم مهروس
بالحشو. لا لعب كذي ما يصير. حمك الله. شنو ايش تبي مجابلني؟ لا حبيبي. لا انت ما تعرف حق الحشو الكويتي. انت نودلز بس، انت تعرف نودلز بس. انت ما تعرف حق الحشو. لا ما تعرف، ادري فيك انا مجربك من قبل. انت نودلز حدك نودلز. كذي البصل لونه بدا يتغير معاي. زين ادري ابي حكايه ناقص. انت يوم اللي فيه نودلز تعال لي. الحين نحط النخي، كنا وايد مسويه بس كذي كافي. وبنحط شوية كشمش، هم نصه مو وايد. ونحط بهاراتنا مع الشكر والملح ونقلب. واخر شي بحط الدهن. بحط الدهن وبزيد شوية من بهاراتي لان احسها قاصرة. ملحت المروق بعد ما استوى اللحم. الحين بشيل اللحم وبحطه بصينية. والمروق ابي اصفيه من البهارات والخضرة والطماط وكل شيء. ابي ماي صافي عشان اكبس فيه العيش. عندي هني منقوع الزعفران. ندهن لحمتنا وتالي بنحط عليها ذرة هيل وفلفل اسود وكزبرة وندخل للحمة بالفرن. ما شاء الله الحمة ذايبة. ناخذ البهارات شوية، هيل وكزبرة وفلفل اسود، نحطهم كذي على الحمة. تعطينا البهارات هذه تعطينا طعم وايد حلو وريحة خنينة بس ما نكثر يعني. الحين بصفي مروق اللحم. ما شاء الله. والحين نحط العيش نكبسه ونشوف في الماي. إذا زايد بنشيل منه وإذا قاصر بنزيد منه. نشف الماي شوي. حطي لي الحشو هني. أيوة شوف الحشو لونه شحالاته صار ما شاء الله. حطيني كذي على جنب عشان المكان هذا الحين بنحط فيه منقوع ماي ورد وزعفران. والحين نغطي الجدر على نار هادية 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. بشيل جدري بوديه هناك. طبختنا كذي وخلصت ما شاء الله تبارك الله. الحين بشيل الحشو واللحم بحطهم صحن. تالي بنشب العيش. وهذا المكبوس وخلص ما شاء الله تبارك الله. الحشو والعيش والريحة ما شاء الله خنينة. جربوا هالمكبوس وايد راح تحبونه وايد ما شاء الله. واللحم ذايب.